ازاي احضر بسكوت نشادر مقرمش ولذيذ وكمان طعمه زي زمان اللي بتعمله امهاتنا؟ اول حاجه عندي دقيق فاخر، وكمان عندي 450 جرام من الزبده، معلقه كبيره من النشادر، واربعة بيض بدرجه حراره الغرفه، وكوب من السكر البودر. هبتدي اقطع الزبده لمكعبات وهي بارده، هبتدي اخفقها كويس جدا مع كوب من السكر البودره. هحصل على قوام كريمي. مهم جدا اخفق بخفق مستمر لمده لا تقل عن 10 دقائق. عايزه قوام كريمي جدا ومتماسك زي ما احنا ملاحظين. اول حاجه بعد كده هبتدي اضيف البيض بيضه بدرجه حراره الغرفه. مهم جدا ان يكون البيض بدرجه حراره الغرفه. عندي 5 كوب من دقيق الخاص بالحلويات، ضفت ليهم النشادر وكمان البيكنج باودر. هقلب كل المكونات الجافه وابتدي اضيفهم على خليط الزبده والسكر، وبعد كده هحصل على عجينه طريه جدا. هبتدي باستخدام كيس التزيين اقطعها، وهتقعد في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 170 بمده 15. ازاي احضر بسكوت نشادر